بسم الله، تحياتي لكم يا جماعة. باختصار بيقول لك اعمل الصح وخليني أحبك بدل ما لبك. يعني نعمل الصح وبالأصول عشان نحب بعض كده والمواضيع تمشي. القصد اللي عايز أقوله إن الصح صح والغلط ما نحبوش وملناش فيه ونبعد عنه، ولكن نعرف الصح والغلط ونوازن. يعني مثال سريعا للتوضيح: باللغة العربية الفصحى في بعض الحروف لها نطق سليم، وده المفروض يتعمل زي مثال مش مثال. ده في اللغة العامة وده في اللغة العربية الفصحى. ولكن لما يطلب مننا نتكلم بالعربي الفصحى يعني يعني ليها وقتها واسلوبها نعملها، ولكن في العام كده وفي المجمل واحنا قاعدين مع بعض كده او في العيله في الاصحاب ودي كده يقول لك انت بتمثل علينا. يعني ايه اللي انت بتعمله؟ ايه التصنع ده؟ ايه يعني مش لطيفه يعني. يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. ولكن احنا عارفين الصح ايه والغلط ايه وامتى نستخدم ده وامتى نعمل ده، فدايما نوازن كده الامور عشان نمسك العصاية من النص وما نبالغش، ونبقى على طبيعتنا كده ونسلمها لله ونقول يا رب نكسب. شكرا لكم.